شيرين رضا ما كانتش بتمشي جنب الحيط، وده خلى سوزان مبارك تضربها من تحت لتحت. تعالوا نعرف أسرار الحكاية. لو سألت أي حد في مصر إيه أكتر فنانة جريئة ومختلفة، أكيد هتلاقي اسم شيرين رضا يطلع في أول 3 أسامي. بس اللي ناس كتير ما تعرفهوش إن شيرين رضا دخلت في صدام صامت مع أقوى ست في مصر وقتها، سوزان مبارك. سوزان مبارك ما كانتش مجرد زوجة رئيس، لأ، دي كانت رئيسة فعلية لكل حاجة ليها علاقة بالثقافة أو الفن أو المرأة. وكانت شايفة إن صورة الست المصرية لازم تبقى بالشياكة التقليدية والأدب والرقي، يعني تلبس مظبوط، تتكلم مظبوط، وتفكر مظبوط، وده طبعا من وجهة نظرها هي. وهنا دخلت شيرين رضا المعادلة، ستايل غربي، حرية شخصية، كلام صادم، ومواقف مش تقليدية خالص. وهنا كانت شيرين رضا بتمثل النوع اللي بيخوف أي نظام تقليدي، الست اللي مش بتمشي جنب الحيط. وفي كواليس الفن اتقال إن شيرين رضا كانت مرشحة لبطولات تقيلة، بس فجأة كل حاجة اتقفلت في وشها. أعمال راحت لفنانات تانيين، مهرجانات ما بقتش تتعزم فيها، قنوات رفضت تعرض حتى شغلها. واللي الناس ربطوه باللي حصل، سوزان مبارك مش عاجبها شكل شيرين رضا ولا طريقتها ولا صوتها العالي. وده طبعا خلى الصحفيين وقتها يسألوا ليه شيرين رضا فجأة اختفت، وليه مفيش ظهور في مهرجانات الدولة. وطبعا الإجابة كانت بتتقال في الكواليس وبس، إن الست الكبيرة مش راضية عنها. فهل كانت سوزان مبارك فعلا مش راضية عن شكل شيرين ولبسها وطبعها وطريقتها، ولا كان في قصة تانية؟ طبعا صحفيين كتير قالوا إن شيرين كان ليها علاقة بجمال مبارك، وطبعا سوزان مبارك أبدا ما كانتش هتوافق بحاجة زي دي. فهل دي فعلا حقيقة ولا كلام صحفيين؟ لكن بعد الثورة الدنيا اختلفت جدا بالنسبة لشيرين، وشيرين رجعت وبتصريحاتها النارية، وقالت في حوار شهير: أنا ما كنتش من الناس اللي بتمشي جنب الحيط، وعشان كده أنا اختفيت. ورجعت شيرين بفكرها وبصوتها وبحريتها، وما بقتش خايفة من حد. في زمن سوزان مبارك اللي كانت بتغني برا السرب كانت بتتسكت. كنت موجودة، بس في ناس مش عايزاني أكون موجودة. الناس طبعا فهمت كلام شيرين على طول، وإن دي كانت إشارة واضحة جدا لسوزان مبارك بالتحديد. طب هي دي فعلا حقيقة؟ هل فعلا شيرين كانت هتبقى مرات جمال مبارك؟ وهل سوزان مبارك فعلا وقفت كل ده؟ ولا دي كانت مجرد إشاعات من اللي بيتقالوا وسط السلطة والنفوذ؟ لكن اللي أكيد بقى إن شيرين رضا اتعاقبت على حريتها وعلى إنها قالت لأ من غير خوف. فهل فعلا القضية اللي تعرضت ليها شيرين وكانت بتنس الشرف كانت بسبب علاقتها بجمال مبارك، ودي كانت قرصة ودن من سوزان عشان تبعد عن ابنها؟